السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ ست بسيطة وبنوتتها، يا رب تكونوا بألف صحة بألف خير. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة، لاني برضو الفيديو بتاعنا مش زي اي فيديو. الفيديو بتاعنا هوريكم ازاي تعملوا اعادة تدوير للكيكة اللي عندكم البيت. تعالوا بينا اقول لكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا هعمل ايه. انا جبت الكيكة وفرفتها وسقسقتها كده بشويه لبن عشان تبقى مغذيه. ما عندكيش بشويه شوكولاته، ما عندكيش اعملي يا حبيبه قلبي شويه ميه بسكر كده وسقسقيها. وبعد كده تقومي مدوراها كور كور كور. وهاخد الكور دي يا حبايب قلبي احطها مره في الشوكولاته ومره في القشطه بتاعتي. القشطه بتاعتي انا ما خليتهاش تبقى تقيله قوي، لا خليتها تبقى سايله شويه علشان تمسك في قلب الكوره بتاعتي. وخاصة يا حبايب قلبي لو عندكم اطفال هيحبوا التكة دي قوي قوي قوي، يعني هيحبوا ياكلوا حاجة كده بشكل جديد بشكل مختلف. وعندي يا حبايب قلبي المكسرات، اي مكسرات يا حبيبة قلبي عندك اعمليه. عندك يا حبيبة قلبي سوداني، وعندي يا حبيبة قلبي جوز هند. انتي اللي عندك اعمليه يجعل دايما عامر يا رب في بيتك. طيب هعمل ايه؟ زي ما قلتلكوا، واحدة في الشوكولاتة وواحدة في القشطة بتاعتنا. مين يقولي اشطر كتكوت؟ كل اطفالي وحبايب قلبي ينزلوا على طول ويقولوا كتكوت عملت احلى كيكة في الدنيا، عملت احلى ده كوريات صغنطوطة حلوة. يا حبايب قلبي هتخطف عينهم، اعملوها لعيالكم مش هتندموا، صدقوني هتجربوها 1000 مرة ومرة. وبكده يا حبايب قلبي اكون الفيديو بتاعي خلص، واقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واستنى منكم كومنت، وبالذات الاطفال الصغنطاطين. ويبقى انا كده الفيديو بتاعي خلص خالص، والفيديو الجاي اقول لكم فتكم بألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.